عمرك سألت نفسك ليه دايما الدنيا حوالينا ماشية بشكل غريب؟ وليه دايما في حروب بتحصل فجأة؟ أزمات اقتصادية بتنفجر في لحظة، أسعار بتغلى، عملات بتنهار، دول بتقوم وتتهد، وكله بيحصل كأنه صدفة. بس السؤال الحقيقي هو مين اللي بيحرك الخيوط دي كلها؟ هل فعلا اللي بيظهر قدامنا على التلفزيون من رؤساء وملوك هم اللي ماسكين القرار؟ ولا في ناس تانية ككيانات أو منظمات بتحكم العالم كله من ورا الستار؟ احنا النهارده داخلين جوه متاهه من الاسئله، بس الهدف مش هخوفك، الهدف اني افتح عينيك ونفهم مع بعض. اول حاجه نسال عنها، هل في ناس اقوى من الحكومات؟ احنا متعودين ان في رئيس جمهوريه او ملك او رئيس، بس السؤال هنا، هم فعلا بياخدوا قرارات لوحدهم؟ ولو في جهات اقوى منهم بتدير اللعبه وبتديهم اوامر؟ ولا في مفهوم اسمه الدولة العميقة؟ ده مش مصطلح خيالي، ده مصطلح موجود في أمريكا، والناس بتتكلم عنه على إنه شبكة من أجهزة أمنية وبنوك وشركات سلاح وشركات إعلام وأحيانا الكنيسة كمان. الناس دي مش بس تنتخبهم الشعوب ولا بنشوفهم على الشاشات، بس هم اللي بيحددوا مصير الدولة بالكامل. ولو الموضوع ده موجود في أمريكا، تفتكر مش ممكن يكون موجود في أوروبا أو روسيا أو حتى دولنا العربية؟ خليني احكي لك حكايه بسيطه. في امريكا في بنك اسمه البنك الفيدرالي، والناس فاكره انه تابع للحكومه، لكن الحقيقه هو مش ملك الدوله اصلا. ده مملوك لمجموعه من البنوك الخاصه، وبيطبعوا الفلوس كانهم بيطبعوا ورق لعب، وبعدين يقرضوها للحكومه بفوائد. يعني الحكومه بتستلف من ناس تانية عشان تصرف على الدوله، والنموذج ده بيتكرر في دول كتير. مين بقى أصحاب البنوك دي؟ أصحاب البنوك دي هم عبارة عن عائلات زي عائلة روتشيلد وعائلة روكفيلر ومورجان وجولدن مان ساكس. العائلات دي معاها فلوس تشتري بيها بلاد بحالها، مش شركات وبس. ومش بس كده، ده كمان بتمتلك البنوك المركزية في دول تانية، يعني بيتحكموا في اقتصاد العالم كله. ولو طلعنا من منظور البنوك والعائلات المتحكمة، ندخل بقى في الأهم، الإعلام، أو ماكينة غسيل العقول. هل فكرت في يوم في عدد القنوات التلفزيونية اللي بتتفرج عليها؟ أو مين وراهم؟ ومين بيحدد الأخبار اللي تطلع؟ وإيه اللي يتقال وإيه اللي يتشال؟ تعال أقول لك معلومة صادمة. في أمريكا 90% من الإعلام مملوك لخمس شركات بس، يعني الأخبار، البرامج والأفلام أو الكرتون أو حتى الدعايات، كل ده بيتحدد من نفس المكان تقريبا. وده مش بس بيحصل في الغرب، لا، كمان في نسخ شبههم في بلادنا، والهدف تحكم في وعي الناس، يشغلك بحاجة ويخبي عنك حاجة تانية. ولو فكرت تدور، يخوفك، يسكتك، يضحك عليك، أو يشغلك بكرة قدم أو مشاكل تافهة، أو يخليك عايش في أوهام. وبعد غسيل العقول ندخل على الأزمات المتعمدة زي الأوبئة أو الحروب. فاكر أول ما حصلت جائحة كورونا؟ الدنيا كلها وقفت، لكن مين كسب من وراها؟ شركات أدوية، شركات تكنولوجيا، شركات توصيل، وبنوك طبعا. وظهر بعدها فكرة الجواز الصحي، أو التحكم في السفر، أو الرقابة على التحركات. كل ده كان بيخلي العالم أقرب لفكرة واحدة، عالم موحد بنظام واحد بقيادة واحدة. يعني تفتكر إن الحروب اللي بتحصل دي كلها صدفة؟ ولا بتخدم أهداف محددة؟ غزو العراق، انهيار سوريا، الحرب الأوكرانية، التوتر في تايوان، حرب إيران، كل حرب من دي بتكسر دولة وتفتح السوق لشركات تانية، لسلاح، إعادة إعمار، بنوك. يعني في ناس بتكسب ملايين من كل دمعة بتنزل. خلينا نكون صريحين ونتعمق وندخل لجوه شوية. أكيد شفت قبل كده العين اللي فوق الهرم في ورقة الدولار، أو النجمة الخماسية اللي بتتكرر، أو حتى الرموز الغريبة في كليبات المشاهير. تفتكر ده مجرد فن ولا في حاجة أعمق؟ هنا بقى بنوصل لحاجة اسمها الماسونية. ناس بتقول إنها منظمة خيرية، وناس تانية شايفة إنها شبكة سرية بتحكم العالم. واللي بينضم ليها مش أي حد، لازم يكون شخص مؤثر أو غني أو سياسي أو فنان أو إعلامي. ويتقال إنهم بيحاولوا يخلقوا نظام عالمي جديد ويجهزوا الأرض لحاجة أعظم. ناس تانية بقى بتقول إن كل ده بيصب في اتجاه واحد، اللي هو تمهيد الأرض للدجال. الدجال، والكلام ده مش خيال، ده جزء من عقيدتنا كمسلمين. وبعض الناس شايفة إن النظام العالمي كله بيتجه ناحيته كنظام رقابي، تحكم مركزي، عالم من غير دين، من غير هوية، من غير حرية. ندخل هنا على التقدم التكنولوجيا. وهل التكنولوجيا عبدناها ولا هي اللي بتعبدنا؟ احنا عايشين في عصر البيانات،
كل حاجة بنعملها متسجلة، مكالماتك، رسايلك، مواقعك، اهتماماتك، حتى دقات قلبك وحالتك الصحية. لو لابس ساعة مثلا، كل ده بيتجمع في سيرفرات وتتحلل وتتخزن. وتخيل معايا لو كل ده في ايد جهة واحدة، هيعرفوا يتحكموا فيك بشكل يخوف، يوجهوك، يضحكوك، يخوفوك، وحتى يمنعوك من الوصول لحاجات هم مش عايزينك توصل لها. والجديد بقى او الكلام دلوقتي عن زرع شرائح تحت الجلد، يعني عمل هوية رقمية، الغاء الكاش، تحويل العالم لفلوس رقمية بس، زائد مراقبة كل معاملة بتعملها. الهدف هو السيطرة التامة، مش بس على أفعالك، لا، على عقلك كمان. نوصل هنا لسؤال مهم: مين يحكم الدين؟ حتى الدين مش سايبينه في حاله، في محاولات مستمرة لتحريف المفاهيم، تشويه الرموز، زرع الشك في العقول، وحتى خلق أديان جديدة أو دمج كل الأديان في دين واحد. كل ده ليه؟ علشان في النهاية الناس يبقوا تابعين لفكرة واحدة، عقيدة واحدة، قائد واحد، نظام واحد. وده اللي بيقولوا البعض انه بيصب في مشروع اسمه One World Religion او الدين العالمي الموحد، وده جزء من مشروع الحكومة العالمية الموحدة. وبعد ما يتحكموا في الدين، دلوقتي بيتحكموا في الجينات. في دلوقتي مش بس رقابة على الأكل والشرب، لا، كمان في تحكم في الجينات البشرية. تقنيات زي التعديل الحمض النووي اللي هو CRISPR، أو الذكاء الصناعي في تحليل الجينات، أو تصنيع أجنة في المعمل. وبيصدر هنا سؤال: هل الإنسان بعد شوية هيفضل إنسان، ولا هنبقى كائنات متحكم فيها بالكامل، وكأننا في لعبة فيديو بيحركونا بمفتاح؟ المستقبل مش بعيد قوي، ومش مستبعد زي ما الناس فاكرة. ولو رجعنا للي اتكتب زمان، هنلاقيه بيتحقق دلوقتي. في كتب قديمة جدا، سواء كتب دينية أو نبوءات أو مخططات سرية، اتكلمت عن زمن هنشوف فيه انهيار دول، وسيطرة قوى خفية، وحروب كبيرة، وانحلال أخلاقي، وتكنولوجيا بتغزو حياة البشر، وظهور قوى شيطانية بتحاول تحكم الأرض. كتير مننا شايف الكلام ده دلوقتي بيحصل حرفيا قدامه. طب ليه؟ هل ده ترتيب طبيعي للأحداث، ولا خطة ماشية بمراحل بيتنفذ منها كل سنة خطوة، وكل جيل بينفذ اللي قبله كتبه، لحد ما نوصل لمرحلة تسمى كلنا تحت المراقبة؟ عارف لما تمسك موبايلك وتقول لصاحبك أنا عايز أشتري شوز، وتلاقي بعدها بإيدك إعلان عن شوز؟ دي مش صدفة، ده الذكاء الاصطناعي بيحلل صوتك وبيفهم احتياجاتك وبيقدمها لك، وبيديك إحساس إنك حر وإنت مش حر. الحكومات مش بس بتتجسس، دي الأنظمة الرقمية كمان بترصد كل حركة. والشركات الكبيرة زي جوجل، أبل، أمازون، فيسبوك معاها معلومات عنك أكتر من نفسك، لحد ما نوصل لنهاية القصة أو نهاية اللعبة وإنت فين في الصورة. بعد كل ده، هل لسه شايف إنك حر؟ هل شايف إنك بتختار، ولا شايف إنك شخص ماشي في مسار مرسوم ليك من قبل ما تتولد؟ السؤال بقى الأهم دلوقتي: هل نقدر نكسر الدائرة دي، ولا خلاص فات الأوان؟ الإجابة من وجهة نظري المعرفة. المعرفة هي أول سلاح. لما تفهم هتبدأ تشوف، ولما تشوف هتبدأ ترفض، ولما ترفض هتبدأ تدور على الحل. ولو عجبك الكلام ده وعايز تعرف أكتر، ما تنساش تعمل لايك أو شير الفيديو وسبسكرايب للقناة، لأن اللي جاي نار. واكتب لي في الكومنتات: هل شايف إن فعلا في حكام خفيين للعالم، ولا دي كلها مؤامرات خيالية؟ ولو وصلت معايا لاخر الفيديو، فانت مش شخص عادي، انت واحد بيدور، بيسأل، ورافض يكون ترس في ماكينة كبيرة مش شايف نهايتها. شارك الفيديو ده مع حد بيحب يفهم، واكتب لي في الكومنتات: هل فعلا في حكام خفيين، ولا دي مجرد اوهام؟ وكان معاكم احمد جابر، في امان الله.